السهرات اللي عمري ما حنساها في حياتي. يعني الكونسرت اللي كان في مصر حضرنا له كتير، وكان يعني كان تحضير متعب جدا مع الدانسرز، مع اللايت سيستم، وكنا خايفين انه كان اول مره بغني في مصر. كنت همي انه ارضي الجمهور المصري. يعني كل فنان بينجح في مصر يعني معناها بينجح مش سهل انه ترضي الجمهور المصري. فالحمد لله كان سهرة من احلى السهرات اللي عديتها في حياتي، وكان الجمهور فاجأني انه غنى معي باللهجة المغربية. تفاجأت. انتبه يا واحد من حبيبي مالو، جبنا نشكي حالي معلم. فكنت جد سعيد، وبحضور فنانين يشرفوني وشجعوني بحضورهم، مثل محمد رمضان، مثل الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، وفنانين كثار وإعلاميين. فكانت سهرة ما عادش ننساها. احنا بنشكرك جدا.